فكرة زي اللي قدامنا دي من المفاهيم الغلط جدا اللي عايزين نصححها. والأسباب كتير قوي. أول حاجة لازم نبقى فاهمين فكرة عمل التكييف أصلا عشان نفهم ليه الفكرة دي غلط. فكرة عمل التكييف إن هو بياخد من الهواء اللي عندك في الأوضة ويسقعه، وبعد كده يدخل الهواء تاني من خلال الشبكة اللي أنت بتغير فيها الفلتر دي، وبعد كده يسقعه تاني وياخده تاني ويسقعه تاني لحد ما يوصل لدرجة حرارة معينة اللي انت بتبقى ظابطه عليها فيبدأ يرتاح. طيب عمر ده ما هيكون زي ان احنا نقفل بقى على التكييف. يعني احنا لو شفنا الستبس الموجودة هنا دي هتلاقيها مثلا قافلة حوالي 50% من التهوية بتاعة التكييف، وبالتالي هتلاقي التكييف بيعمل ايه بقى؟ بيسقع المكان الداخلي بتاعه. والسنسور او المستشعر بتاع التكييف بيبدأ ان هو يحس بالسقوعية قبل ما الأوضة بالفعل تسقع، وبالتالي هتلاقي التكييف بيفصل دايما بدري عن ان هو يسقع. دي اول حاجة. تاني حاجة هيعمل لك تكثيف داخلي، يعني الاخشاب اللي انت عاملها دي او ايا كان الماتيريال اللي انت حاططها دي هتبقى فيها رطوبة عالية جدا، وبالتالي ده هيسبب تلف للماتيريال اللي انت مغطي بيها دي مع الوقت. طيب المشكلة اللي بعد كده ايه؟ ان التكييف نفسه مع الوقت، كلنا عارفين تكييفات مع الوقت ممكن تحتاج صيانة او بتاع. لو انت بس فكرت ان انت تهمل في الصيانة الدورية بتاعت التكييف، حتى لو التكييف مش محتاج الصيانة دي، المفروض ان انت اول باول بتعمل الصيانة دي. هتلاقي ان التكييف طبعا بدأ يسرب ميه زي ما بيحصل، ان هو بيبدأ الفريون يقل فيعمل لك تجميد. والتجميد ده مجرد ما التكييف يجي يفصل سقوعية او مجرد ما انت تطفيه يبدأ تلاقي الميه بتنزل عندك، او لو الصرف بتاع التكييف كان محتاج ان هو يتنضف او بتاعه وده ما حصلش، او حصل سدد، فتبدأ الميه تفض لك تاني. طبعا الميه دي لما تفضل تفض لك فين بقى؟ هتفض لك في العلبة اللي انت عاملها، وبالتالي ده هيبوظ لك العلبة اللي انت عاملها. وكل ده في مقابل ان انت بتحاول ان انت تجمل الشكل بتاعه. في حد يجي يقول لي طيب ما الجريلز اللي بتبقى موجوده في الاسقف اللي هي الجبسن بورد او اللي هي في الاماكن العامه دي نفس الفكره؟ اقول لك لا، دي مش نفس الفكره خالص. ده موضوع تاني، والتكييف بيبقى مجهز لكده اصلا، وبيكون هو بعيد اساسا عن مكان التهويه. لكن هنا انت عندك الدايره شغاله داخليا، فده بيتعب جدا التكييف، وبيتعب الكمبريسور كمان مع الوقت، لان الرطوبه العاليه اللي هتحصل جوه دي وارد جدا كمان لو التكييف النوع بتاعه مش جيد قوي يبوظ لك الدوائر الكهربيه اللي جوه. ان انت عارف ان التكييف بيبقى لما بتفتح الغطا كده بيبقى في مكان للدايره الكهربيه، دي معناها انها هتفضل السقوعيه او تكثيف الميه اللي موجوده في الهواء هتفضل على البوردة دي، فده ممكن يخلي التكييف يطير منك اصلا. كل دي مشاكل بتحصل من العلب دي. وطبعا اللي هيقول لي ما انا عاملها والدنيا تمام، ده ما بيحصلش اول باول. واللي انا بقوله ده دايما بنتكلم في احتماليات، لان شكل علبة بيختلف عن التاني. الفتحات اللي موجودة او السترابس اللي موجودة دي، المسافات اللي ما بينهم كل ما تكون اوسع اكيد بيكون افضل. فانا ما اعرفش انت عامل عندك ايه عشان تيجي تقول لي ما انا عاملها والدنيا عندي تمام، او بقالها سنة والدنيا تمام. انا ما بتكلمش على كده، بتكلم كعمر افتراضي. انت جبت تكييف مش عشان تغيره كل يوم ولا اتنين يعني. أنا بتكلم كعمر افتراضي متوقع أو متوسط للتكييفات دي. دي أهم النقط. طيب نيجي عند النقط التانية بقى، وهي اللي ليها علاقة بالشكل الجمالي. مين قالك في الأساس إن اللي أنت عامله ده ممكن يكون شكله الجمالي جيد؟ أنت ممكن تكون عامل فكرة مخليه شكل المكان مش حلو. فانت في الحاله دي بتخضع تصميميا لان انت لازم توفق العناصر التصميميه مع بعضها بحيث ان هو يبقى هيدن. يعني ما تجيش في ناس بتيجي تفوكس على على التكييف بعلبه كده، ده اللي انا اقصده معلش. في ناس بتيجي تفوكس على التكييف بعلبه كده ويقوم قافل عليه هو. طب احنا كده عملنا ايه يعني؟ فانت لازم الفكره لو هتعمل اصلا الموضوع ده، وانا ضده زي ما اتكلمت يعني في الفيديو اهو، ولكن بفترض معاك انك هتعمله، فانت لازم يبقى هيدن او يبقى مخفي اصلا. عندك اساسا كان في دولاب في الحته دي فانت مكمل بيه بتاع مش عارف ايه كلام من ده. لكن عشان تيجي تخلق له بقى دولاب عشان مش، فانت كده بتاكل من المساحه. ونظام نظام تلصيم، او النظام ان انت بتقيف الفكره عشان تداري على التكييف، فالحاجات دي ما بتبقاش صح.
حاول دايما تظبط التكييف بتاعك على درجة حرارة 24. خد بالك ان انت لما هتعمله على 20 هو مش هيسقع اكتر ولا حاجة، كل الموضوع ان هو يفضل شغال مدة اطول، وانت بتحمل كده بزيادة على التكييف. ما تخليش اي جهاز في الدنيا الكتروني ما تجيبلوش الماكسيمم. ما تخليش بطارية الموبايل تستنى ما تبقى 0% عشان تشحنه. ما تقفلش الباتري بتاعت بطارية الموبايل لحد 100%. ما تجيبش ماكسيمم الحاجة، ما يكونش عندك حاجة ساوند سيستم او بتاع وتعلي على الماكسيمم بتاع السماعات. دايما خلي في جزء امن، او في ليميت امن ما بينك او ما بين اللي انت بتستخدمه وما بين الماكسيمم بتاعه. وده نفس القصه في التكييف. خلي دايما التكييف على 24، ده هيوفر لك الطاقه وهيريح الكمبريسور اول باول وهيخلي عمره الافتراضي اطول. وما اعتقدش انك محتاج ان درجه السرعه تكون اكتر من 24 يعني. اعتقد درجه 24 دي مناسبه جدا. فانت لما بتخش وتقوم ظابط التكييف على 20 مره واحده عشان انت جاي حران ولا بتاع، ده مش معناه ان الكمبريسور عندك هيديك قوة أعلى ولا حاجة. ده كل الموضوع إن هو يفضل شغال لحد ما يوصل لدرجة حرارة 20. وده ما أعتقدش إن هو هيفيدك في حاجة، بل بالعكس هيأذي التكييف وهيضره جدا. لأنك مخليه يحمل مدة أطول، وكمان بيستهلك طاقة عالية جدا جدا جدا.